محتاجين النهارده نعمل شويه طبيخ سخنين كده يدفونا في السقعه. بصي انا هعمل طبيخ كله نيف نيف. الطاجن ده بينقل بصراحه اي خضار بينقله في حته تانية، طعمه بيبقى حلو قوي وهو معمول في الفرن. انا هعمل الاكل بتاعي النهارده كله نيف ني. انا معايا نص كيلو هنا من اللحمه المفرومه. الاول ادعكيها جامد في البصله علشان لازم تفرفتيها كلها. بصي في حتت لسه مجمده هنا، فرفتيها وادعكيها كلها بالبصله علشان ما تطلعلكيش كتل بعد كده في الاكل. وبرش شويه ملح، شويه فلفل اسمر. الملح مش بحطه غير في الاخر خالص. دول شويه بسله من اللي كنت مفرزاهم عندي وبحطهم، وبحط عليهم شويه بطاطس مكعبات. وعندي هنا الطماطم برضو اللي انا كنت مفرزاها. بصي البسله طلعيها، في لسه فيها حته تلج اهي، حطيها على طول جوه الطاجن. ما تستنيش لما تفك وتسيح معاكي عشان تفضل خضرة زي ما هي. معايا هنا دي الصلصة اللي انا ببقى مفرزاها بالبصلة اللي انا ببقى حروقاها. ارجعي الفيديو الصلصة وتشوفي انا عاملاها ازاي. ودي شوربة، كانت شوربة فراخ عندي. خلاص انا كده خلصت الاكل، وهدخلها زقها جوه الفرن. ولما يستوي خالص، ودي مكعب كده من الزبدة، ولما تستوي خالص هبتدي احط الملح بتاعها. والاكله بتاعتنا خلصت خلاص. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب تكون الاكل بتاعي. ودي معلقه سكر على فكره ما تنسيهاش. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.